دخلت العناية المركزة الفنانة شيرين الطحان في أزمة صحية كبيرة. أهلا بكم متابعين قناة سيف ترند. أكدت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية والمسؤولة عن الملف الطبي تعرض الفنانة شيرين الطحان لأزمة صحية دخلت على إثارها إحدى مستشفيات القوات المسلحة بالقاهرة. وكشفت نهال عنبر في تصريحاتها أنها في انتظار الرد النهائي من الفريق الطبي المتابع لحالة الطحان لفهم تطورات أزمتها الصحية. وكانت ناهد عوني صديقة الفنانة شيرين الطحان كتبت منشور على صفحتها الخاصة على فيسبوك وطلبت من متابعيها الدعاء لشيرين، وقالت: أمانة عليكم الدعاء لأختي وصاحبة عمري شيرين الطحان تقوم بالسلامة وترجع لنا تاني أحسن من الأول. شيرين تعبانة جدا وفي العناية المركزة، أمانة عليكم الدعاء اليوم يا رب ما يوجع قلوبكم على حد عزيز عليكم. وكتبت الفنانة صفاء جلال على حسابها على فيسبوك: ادعوا لحبيبتي الجميلة شيرين الطحان في العناية المركزة، ادعوا لها ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. وفي تعليق آخر صديقة مقربة للممثلة شيرين الطحان قالت أنها مصابة بالسرطان، ادعوا لها بالشفاء. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة عن دخول الفنانة شيرين الطحان العناية المركزة ومرورها بأزمة صحية صعبة جدا. ده كان موضوع حلقتنا، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشرفنا باشتراكك في القناة.